طواله ثلث ساعه وانا فيها، ما يمكنش، ما بغاش كاع تسالي يا صاحبي، وكنجري نيت والله ما كنتمشى. العرق كيهود لي على الكاميرا، كنخاف يوسخ ليا اللانس. بزاف ديال الناس كيعجبهم الجري بزاف ولكن ما كيعرفوش كيفاش يبداو. انا من خلال التجربه المتواضعه ديالي غنشارك معكم شي حوايج اللي نفعوني في الجري. اول حاجه، دائما ماشي غير في الجري، في اي دومين كيف ما كان، ما تقارنش راسك مع الناس، حيت ما كتعرفش الخلفيه ديال ديك الناس كي دايره. انت ملي كتقارن راسك مع شي واحد يقدر يكون هو فايتك بالاكسبيريونس، فايتك بالتجارب، فايتك بسنوات وهو كيدير ديك الحاجه. دائما قارن راسك مع راسك، فاش يلا بديتي وفين وصلتي. ثاني حاجه، ما تبقاش تشوف هادوك لي بوبليكاسيون الفيديوهات اللي كيديروا الناس اللي كيجريو بهذيك لابليكاسيون ديال سترافا، كتشوفوا داير مثلا 5 كيلومتر قاطعه في 5 دقائق ولا في 10 دقائق ولا لا، هذاك حتى هو خطا كبير. علاش؟ حيت الجري رياضه اللي ساهله، ولكن او ميم طون الا ما عرفتيش كيفاش دير فيها راه غتجيك صعيبه وصعيبه بزاف. دائما بدا بالريتم ديالك انت، ما تمشيش بالريتم ديال حتى شي واحد. راه ال- الجائزه ولا الحاجه اللي غتربحها وهو انك جريتي، ماشي شحال ديال الوقت درتي ولا المسافه اللي درتي ولا شحال المده الزمنيه، داكشي كامل ما قاضي حتى شي غرض. المهم هو تبدا واحد البدايه ساهله، سير بالريتم ديالك. المسافه الله يجعلها ما تكون غير كيلومتر واحد في النهار، ماشي مشكل. الدقائق تما يجعلك ما دير نص ساعه، ماشي مشكل. المهم هو انك تولف الجسم ديالك على داك لو ريتم، على داك الحركه، على داك الموشن اللي كدير. ومع الوقت ما حدك انت كتنقص في الوزن الا تبعتي شي حميه غذائيه، ما حد داك الشيء عندك غادي وكيديفلوبا حتى كتوصل وكتلقى راسك وصلت في واحد النيفو اللي تاميليورا بزاف. علاش؟ حيت بديتي ايطاب باغ ايطاب. اما باش تنوض من 0 ل 100 تبدا تجري في المسافات الطويله وتبغي دير اوقات طايحين، راه غادي تكره رياضه الجري وما غتكملش فيها، حيت هذا هو الخطا اللي طحت فيه انا في الاول. بدا بريتم عادي وربي غيدير تاويل. هذه هي الدخله اللي كنت باغي نشوف، الحمد لله. الحاجة الأخرى اللي غادا تعاونكم بزاف وهي الوزن. كل ما الإنسان نقص من الوزن ديالو كل ما كيجري وهو مرتاح. علاش؟ لأن في رياضة الجري كتسبق رجل وكتبع الأخرى، يعني كاع داك الوزن اللي هو عندك نتايا في الجسم ديالك كيهبط على مفصل واحد، يعني واحد الضغط كبير. ساعه تقريبا باش وصلت. كل ما نقصتي من الوزن ديالك كل ما داك الضغط كينقص على المفاصل. يعني حاولوا ما امكن تكون عندكم واحد الحميه غذائيه اللي غتنقص فيها الوزن ديالك او ميم طون. وراه هاد الجري اللي غتجريه غادي يعاونك بزاف. علاش؟ حيت انت كتدخل الجسم ديالك قل من داكشي اللي كيحتاج، وعاد فوق من هادشي كامل كدير واحد المجهود بدني. اختنا راه داويه كتقول لي شحال دوزت، انا كاع ما نسوق لها كاع. المهم عندي انا هو نوصل. كيف ما سمعتوا، المهم عندي انا هو نوصل. علاش؟ حيت انا باقي ما وصلش لذاك النيفو اللي غنبدا نبغي نحطم لي ريكور وندير اوقات طايحين ونجري مسافات طويله، لا. انا باقي عندي شويه ديال السور بوا، خاصني انا نطيح من الوزن ديالي، نقص او ميم طون يلاه كنرجع الريتم اللي كان عندي من قبل. وحاجه اخرى ما تابعني حتى شي حاجه، دا كندير في هذا الشيء هذا باش نستمتع به. ملي كيكون الغرض ديالك هو الانجويمنت راه كتمشي مزيان. ولكن ملي كتبدا نتايا باقي في واحد النيفو اللي هو طايح و ميم طون باغي تحطم ارقام ولا باغي تحقق شي حوايج اللي صعيبه على الجسد ديالك، في ديك الحاله راه كتولي ميزيرابل وكتقطع كل شيء، كيطلع لك الدم وكتحبس انت في خطره. لا، سير ايطاب بار ايطاب، بشويه عليك، ما تفوتيش على راسك. كيف ما قلنا دائما الانسان يمشي بالريتم ديالو. الوزن نقص منه الا كان عندك طالع، حيت رياضه الجري شويه قاصحه على المفاصل. الى اللقاء.
تنخرجوا من لوطوروت دابا. من بين الاشياء اخرى اللي كتخليك دائما تلقى مشكله في رياضه الجري هو انك كتختار شي جروب تجري معاه، ولا كتختار شي جروب اللي كيكونوا افونسي عليك باش تجري معاهم. انت دائما الا كنتي غتجري مع واحد الجروب راه صعيب باش تلقى اللي يكونوا عندهم نفس النيفو بحالك، وصعيب عاوتاني باش انك تجري مع اون جروب، حيت كاين لي موتيفاسيون والحماس كيختلف، وبعض المرات والناس اخرين كيوليو مأثرين عليك وما كتجريش انت مزيان، ولا كيولوا سابقينك بزاف وكديموراليزا وكتبقى موراهم شويه كتانولي في خطره. حاول ما امكن تركز انك تجري راسك حتى تولي متمكن وتعرف راسك وتثق في القدرات ديالك. عاد ديك الساعه بدا تجري معاهم نتايا اون جروب وتمشي معاهم في النيفو ديالهم، حيت ضروري من الانسان يبدا ايطاب باغ ايطاب باش يمشي مزيان. اول وقفه اختاريت نوقفها انا حيت نشفت خاصني نعط نشرب. مهم راه كتشوفوا كلشي قدامكم ياك مزيان. يا الله لوطوروت مالتها والمحمدية. شتوش بسم الله. هاز معايا هاديك القريعه ديال الماء، لا ماكله لا حتى لعبه. يا ربي تعاوني نكملوا. الحاجه الاخرى اللي خاصكم تركزوا عليها وهي الهايدريشن، الماء. شربوا الماء ماشي بكميات كبيره اللي غادي يعرقل لكم الجري واللي خاصك تمشي للطواليت، ولكن شرب الماء مره شرب الماء ملي تحس راسك بديتي كتنشف. باش كتعرف هاد العلامات، اول حاجه انا كنحس بها ما كيبقاش يخرج لي العرق من وجهي. ثاني حاجه كيبداو يتزايروا عليا شويه لي ميسكل ديال رجليا بالاخص اللي اللور. ثالث حاجه لساني شويه كيلصق عليا، ما كيبقاش كيولي ناشف لساني شويه. شرب الماء باش يلاه يضغطاو دوك لي ميسكل وتقدر تكمل. وكاين حتى القضيه ديال الكاربز، راه كاينين هذوك لي جيل اللي كيتباعوا ديال الكاربز. كنظن كل نص ساعه خاصك تكونسومي 25 غرام باش يعاونوك تبقى عندك انرجي تكمل الجريه ديالك. يعني في الساعه 50 غرام. ما تقولش راه لا غنكونسومي داكشي اللي حرقت، لا. باش تحرق الفات خاص ضروري يكون عندك الكاربز في الجسم ديالك. يعني كونسيديريهم، كونسوميهم. الا ما كانوش مثلا في المتناول، خذ لك غير ديك عين سايس اللي ديال الحامض راه فيها ديجا السكريه ديالها حلوه. شرب مع راساتك انت اضغطي او ميم طون كتدخل لينيرجي. ما تستهينوش بالقضيه ديال الماء، راه مهمه بزاف. مرضوني هاد النظاظر. اي هاد الميكرو كلاها مسكين اليوم، كلاها. اي تحل. انا هنا راه بديت كنوصل لاواخر الجريه. وعموما ملي غداو تجربوا رياضه الجري ملي كتوصل ديك الاواخر ديال الجريه ما كيبقى عندك الخاطر لوالو، وما كتبقاش تهضر، وما كتبقى حامل دير حتى شي حاجه، كتولي باغي غير توصل للهدف ديالك. داكشي علاش الهضره قلالت. كنحاول ما امكن ندوي معاكم في الفيديو فاش كنكون نسجل، ولكن الله يحسن العوان، راه كتشوفوا كلشي على عينيكم. تماره
والصهد، وانايا اصلا ما كنبريباريش كنجي ونخرج. الدخله العجيبه ديال المحمديه وصلنا لها الحمد لله. نضادر داروا لي شويه ديال التبرزيط، حيت كان كيهبط لي العرق مع وجهي، وكيعمروا لي دوك الجاجات بالعرق، ومكيبقى يبان ليا والو. داك الشيء علاش بقيت في الجريه كامله كنحيدهم ينشفوا، ونعاود نردهم ونحيدهم ونردهم. بالاخص الا كان عرقك حار بحال في الكا ديالي انايا، الجسم ديالي شويه حمضي، وهاد القضيه نقول لكم كيفاش تقدروا تعالجوها. المهم كنحيدهم بما نشفو، كنعاود نردهم. صراحه عاونوني بزاف، ديك الشمس اللي كتبقى تضرب في الارض ما ضرتنيش في عينيا، حيت راه فاش كتكون تجري ولا كتكون الشميشه خارجه راه كتاثر على كتاهي. داكشي علاش كيلبسوا مايا نضادر باش كيهرسوا ديك الحده ديال الضوء. بالنسبه للقضيه ديال الجسم حمضي، هذه طبيعيه. ملي كيطلع لك، غنبداو من الصفر باش تفهموني مزيان. كتكون جالس عادي راه ترونكيل، ملي كتبدا دير شي مجهود بدني العضلات ديالك كيبداو يضربوا معاك ديك التماره، واحد الوقيته كيبداو يعياو. ملي كيبداو يعياو كيبدا يتفرز واحد الحمض كيتسمى حمض اللاكتيك. داك حمض اللاكتيك هو اللي كيعطيك داك الحريق في العضلات، وانت كتوقف ما كتبقاش قادر كاع تستخدم العضلات ديالك. داك حمض اللاكتيك كيخلي الجسم ديالك يولي حمضي، بالاخص الا كنتي كدير شي ايفور فيزيك اللي كتدخل فيه الجسم ديالك كامل بحال الجري. دابا راه خدامين العضلات ديال الظهر، خدامين الفخاد، اليدين، الكتاف، كلشي، لي زابدومينو، لو كور ديالك، هذاك الحزام، الوسط ديالك، كلشي خدام. ملي كيتفرز داك حمض اللاكتيك كيولي الجسم ديالك حمضي. الا ولا الجسم ديالك حمضي بزاف ديال الحوايج كيأثروا عليك. يقدر العرق ديالك يطيبك، يقدر يحرقك في عينيك، راه كيجيك مالح بزاف، الجلده ديالك حتى هي كتقدر شويه بحال هكا طيب، قوت ديك الملوحه. الامتصاص ديال الاغذيه كيولي ناقص، البيرفورمانس ديالك كطيح، بزاف ديال الحوايج كيتاثروا. هاد القضيه باش كتعالج، كنت شفت صراحه واحد الاتليت تقدروا تعرفوه، الدري اللي كيديروا لا ميسكيلاسيون سميتو عمر الرياحي وقيله. قال لك اسيدي هاد القضيه كتعالج ببيكربونات البوتاسيوم. يا اما كتشريهم من الصيدليه وتكونسومي معلقه مع كاس ديال الماء، ولا كتشري والماس. قال لك والماس راه عامره ببيكربونات البوتاسيوم. داك الشيء علاش خاص تشربها، باش بحال الا قلتي كترد الجسم ديالك القاعديه، كيولي الجسم ديالك قاعدي ماشي حمضي. وجربتها انايا صراحه غير البارح، شربت والماس من مورا لاصال، وانا مولف العرق ديالي ملي كيولي الجسم ديالي حمضي كيبدا بحال كيقرصني لحمي ولا كيحرقني، واخا نكون ماشي للحمام وكلشي. البارح هاد القضيه ما وقعتش لي، شربت والماس. وبالاخص في الصيف، قال لك راه في الصيف حيت الانسان كيعرق بزاف، هذيك العرق اللي كتعرقو بزاف حتى هو كيزيد يطلع من الحموضه ديال الجسم ديالك. يعني خاصك تردو انت قاعدي، ما يبقاش حامض. هادشي راه عنده علاقه بالفيزيك، الناس اللي قاريين الفيزيك راه غيفهموني علاش كنهضر. وكاينه قضيه اخرى عاوتاني، وهي الكونسوماسيون ديال الخضر. الخضر بالاخص الخضراء حتى هي كتخلي الجسم ديالك يكون قاعدي اكثر ما يكون حمضي. ولا كونسوماسيون ديال البروتيين بزاف، بحال دابا مثلا بالنسبه للدراري اللي كيديروا الميسكيلاسيون كيبقاو ياكلوا بروتينات بزاف. هاد القضيه كتخلي الجسم ديالك حمضي، والجسم ديالك الا كان حمضي كيبقى يشجع على التطور ديال الجذور الحره. المهم الامراض بجميع انواعها كيوليو بحال قلتي ساهل عليهم التكون في الجسم ديالك اكثر من الا كان قاعدي. اما الا كان الجسم ديالك قاعدي بالعكس كيكون الصعوبه باش ان الامراض تكون عندك في الذات ديالك. الله يحفظنا ويحفظكم اجمعين. كيف ما كتشوفوا راني قربت هنايا نكمل الجريه. صراحه كان زوينه، ولكن او ميم طون ماشي داكشي اللي بغيت، حيت انا كنت بغيت واحد لا بيرفورمانس اللي تكون ستابل. ولكن ما عرفتش علاش لا بيرفورمانس ولات كطيح ليا من مورا تقريبا 7 ديال لي كيلومتر 8 كطيح ليا، كنولي غير كنجر في رجليا. هنا نيت راه غير كنجر في رجليا واخا بالكم كنجري، ولكن ديك لا ديناميك اللي كنت غادي بها ما كتبقاش. وحتى الحركات اللي كندير مثلا كيفاش انا ظهري واقف، كيفاش ان رجليا كنهزهم، كنعفط على صبعان رجليا، ما كنعفطش على قدامي. هادشي كيمشي ليا بواحد الطريقه اللي مهوله، ما كنبقاش قادر كاع نكونترولي داكشي. ولكن مع الوقت عاوتاني ملي غادي نبقى مستمر مستمر واحد الوقيته غتلقى راسك رجعتي للنيفو اللي كنتي فيه. والحمد لله على كل حال، لفيت انه عندنا الصحيحه ديالنا نتريني ونخرجوا ندورو نتحركوا نشوفوا المناظر. ناس اخرى مسكينه راه ما لقاتش هاد لا بوسيبيليتي. اللهم لك الحمد. وهنا رسميا المحمديه الحمد لله
الشكر لله اللي كملنا هاد البروجي بخير وعلى خير. كانوا الصعوبات ولكن تخطيناهم. يا الله شوف شحال عندك 11 كيلومتر فاصلة 28 ساعة و24 دقيقة 1293 7 دقائق ونص في الكيلومتر فينيش. وبهذا انتهت الحصة. اشوفكم ان شاء الله بألف خير وتهلاو ليا في راسكم.